بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن. اليوم نحن نلعب روسيا الجنرال. هاي روسيا أنا لعبت على مود لا تصير فريمات مثل هسه. شوفوا فريمات. راح أشرح لكم بكل اختصار. الصين قاعدة ترول، أمريكا قاعدة ترول، بس عندهم 35 عند الجيش. قاعدة ترول تريد تهجم على السعودية، وأمريكا تهجم تريد على السعودية. هسه ما علينا بيها. إيران هجمت على العراق، أنا أمرتها خلف الكواليس، ما بي حيل. هجمت وخلي الضرر حلو. أنا هجمت على أوكرانيا، تدرون ليش؟ لأنه قالت راح أدعم السعودية، والصين راح تهجم على السعودية. هنا خل أفهمكم. عندنا الناتو حقي يبغى يدخل استراليا وفيتنام وبوليفيا وتشاد وأفغانستان معنا، لأنه هي كانت تبغى معنا، فإحنا اعتبرناها في التحالف السري. بوليفيا نحن نعتبرها بالتحالف السري، فيتنام بالتحالف السري، استراليا بالتحالف السري، لأنه ما في عندهم 5 ما نقدر. الصين قوي، الهند قوي، إيران قوي، روسيا قوي، الولايات المتحدة الأمريكية هم قوية. استراليا أقوى من إيران صح، بس هي نقطة وصل للعراق وهذول الطقة مالتهم مصر وتركيا وهذول. ومصر وتركيا والعراق والسعودية قاعدين يحيطون، فقلنا ليش لا نخلي إيران، وإيران تحكي عربي، استراليا تحكي عربي. كازاخستان أشوفها جاي تقوى، جاي تهجم على أيوغور وقيرغيزستان وأوزبكستان، معها بالتحالف منغوليا، فهذول شكلهم علينا خطر صراحة. هنا رومانيا تدخلت بالحرب مع أوكرانيا، واني صعب أوجه كل الجيوش لأنهم بعيدين وما عندي مطارات قريبة عليهم، فقلت رومانيا أخذي، أنا حاخذ كيف، من كيف إلى أوديسا، وهو الباقي ياخذ الباقي. أنا كتبت له هيك الآن، وراح أمسح هذه المنطقة. أنا مسحت هاي وهاي وهاي المناطق، مسحت ذي المناطق عن فكرة أبيها. أنا وجهت الجيوش إلى هنا على مود تمسح. أنا ليش خليت الجندي بنفس المكان على مود لا يحتل من قبل يحتل من قبل المتمردين، لأن هي 29 وهنا هم كذلك. المشكلة أنا وقعت بحرب بين أوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا. إذا وقعت بيناتهم الجيش أكيد يقل، فإذا قل مشكلة، وإذا حاربت أكثر هم مشكلة. ادخل يا خوي، ادخل. حاربت أرمينيا وأوكرانيا والعراق وأذربيجان. نجي يعني مثلا أني كازاخستان أريد أحارب روسيا، بس كيت عندها تحالف قوي. أشوف عندها تحارب أرمينيا ضعيفة، مو فتشي يعرقلها كلش. أوكرانيا كل قوي يقدر يعرقلها بزيادة، بس رومانيا راح تسندني لأنه راح تحارب نص أوكرانيا. العراق جاي تحاربها إيران. أذربيجان هم كذلك نفس أرمينيا، عندهم مدينة واحدة فسهلين. أذربيجان أصلا أعتقد دمرت، لا أذربيجان دمرت محافظتها، بقى بس أراضيها التي ما عندها جنود. لا ناكو جنود، فلازم نركز عليها.
أفغانستان معنا في حق من الدفاع. البرتغال. خلنا أراويكم على السريع الأخبار بدون ما أحكيكم ولا تحكولي من البداية. صراحة أنا صرت هواي يعني شو اسمه أحب أطلع اللي بقلبي 100%. ما أخفي اللي بداخلي. تسألوني ليش نقودك $20 و300 و2000 مع أنه $530 يا دولار كمية؟ لأن أنا جاي أشتغل على روسيا 100%. أبغى أكون قوي. أنا قاعد أخلي هنا عمود يكون عندي أقدر أصنع مخزون قاعدات عسكرية، قاعدة بحرية، على مود أقدر أصنع طارات، أقدر أصنع حامل الطائرات علشان تقدر تسندني أكثر في الأماكن البحرية. يعني أنا ما أقدر أصنع لجنود لأنه ما عندي قوة عاملة، وإذا تريد قوة عاملة لازم عندك مكتب تجنيد. يعني لازم تطور مكتب تجنيداتك على مود شنو، على مود تجند باختصار. وهذا قانون مال اللعبة. أنا 3 ساعات هسه تسألوني هاش إيش هذا إيش؟ أنا جاوبكم. الذخائر الأرضية تستخدم ذخائر قروها لاستفادة من تعزيز الميزة على جيوشك الأرضية. يجب تصنيعها في المدن. يعني لازم تصنعها بالمدن. هنا قاعد أصنع جنود. شوف هنا ما عندي فلوس باختصار. قاعد أصنع مكتب جديد على مود أقدر أجند، على مود أقدر زيد قوة. هنا الطائرات تحتاج بس 400 وأنا كان عندي 800 فنقصا. هنا أنا ما أقدر أصنع لأن ما عندي موارد وفلوس بالأخص. هنا أنا بنيت بقال بس هاي بقال موسكو نوفو سيبيريك سك. هذني أسامي المعوقة. عندنا الهند تريد تحارب هم السعودية، فهذا خبر حلو. سوريا هم راح تحارب العراق. جاي يشوف الناس قاعد تتجه إلنا أكثر من أعدائنا أكو ناس قاعدين يتجهوا لهم إلى جانبهم. مثلا تشيلي قاعدة تتدخل بليبيا. انتي شعليك ليبيا هنا؟ ليبيا بصوب، لا ليبيا بصوب، وتشيلي بصوب ثاني، جزيرة ثانية. وتشيلي قاعدة تهدد الصين، وتشيلي تريد تحارب أمريكا. شوف تريدون أثبتكم. 3 جنود. الحمد لله انه عندي 3 جنود هنا محضرهم. 3 جنود بس مدمجين راح يفوز 100% بالمعركة. وهو مهم راح يحارب كندا، وكندا إذا قدر يهجمها راح يزيد النظر عندهم. فأعتقد راح يزيد عدد أعدائنا. وأعتقد المكسيك راح تتحالف مع البرازيل وتهجم علينا. يعني إذا تحالفوا وهي بتحالف يعني راح يدعسون أمريكا. بس إحنا عندنا الصين والهند وإيران وأفغانستان وأستراليا وبوليفيا، يعني كثير، وتشاد. فنقدر نحمي نفسنا باختصار. خليت أفغانستان أمرتهم أفغانستان والصين إنه
يهجمون تشيلي على تشيلي. أنا هجمت على أوكرانيا، رتبت الموضوع، سويت الخطة. اي نانا تدرون أنا إيش سويت؟ هو قام يهجم علي، فأنا سويت هذا، وزعته خليته يهجم على المقاطعات، والثاني خليته يرجم إنه بيتحرك على مود إيش يضرب ضربة دمجه، راح يصير عنده كول داون علشان نضرب مرة ثانية. هو راح يهجم، هو راح يتقدم، هذا راح يصير عنده كول داون ما يقدر يضرب، ورح نوصل. شوف 34 دقيقة، هذا ساعة، في يعني مطولين صراحة. هو هذا مو حلو. اوه هذا ايش؟ المملكة المتحدة. احس كل واحد جاي هايط، احس اي شخص يحارب احسه هايطي. بسم الله الرحمن الرحيم. نستودعكم الله، مع السلامة، نلقاكم بفيديو جديد، لا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة. I'm bloodthirsty.